ده ابن اصول، الراجل ده ابن اصول يا جدعان، عشان المشكله بينه وبين الاهلي اتحلت بسبب ان هو اتنازل عن مستحقاته. ايا كان المشكله اتحلت وات ايفر، مش فارق معايا. ولكن يعني عايز اقول لك يا مارسيل يا كولر، يعني لو جبنا سيره الجدعنه يا مارسيل يا كوكو، اسمك لازم يتقال. الصاحب اللي فيه بفتخر من يوم ما كنا عيال، لا عمره مش عارف ايه ولا عمره بص شمال. انا عايز اقول لك كمان ان انت يا كابتن كولر عمرك ما بصيت للمال. فعايز اقول لك كمان يا مارسيل يا كوكو يا جدي وجدي الاجيال الاخرون، لا عمري منه اشتكى من يوم ما جه ومشي، وكلنا في حبه كنا كما الابطال. هو واقف سندال، بحبك يا كوكو وشكرا. عايز اقول لك يا كابتن مارسيل كولر، انت راجل مؤصل. هي دي يا جدعان القصه اللي بين الاهلي وبين الناس اللي بيمشوا من عنده. انت فاهم، المشاكل عمرها لا بتوصل لفيفا ولا بتوصل لقواضي ولا مش عارف ايه، ولا بناكل على حد مستحقات ولا ده الفرق بيننا وبين اي حد. المشكله اتحلت، الراجل ده اشترى خاطر النادي الاهلي وجمهوره بجد. فالراجل ده هنفضل نشيله على دماغنا لحد الى يوم يبعثون، زي ما احنا بنقول. الراجل ده جدع، الراجل ده بامانه رجوله، الراجل ده قدرنا، فاحنا هنفضل نقدره كل ما هتيجي سيرته. مش هنتكلم على مستوى الفني، هنقول ان الراجل ده جدع، الراجل ده مظبوط، الراجل ده تمام، الراجل ده قمه السلكان، الراجل ده مش هتلاقي زيه في الزمن ده مش عارف ايه. فانا اتمناك ان انت تسافر له بلده عشان تصاحبه وتقعد معاه تاكل اكله حلوه. لان الراجل ده كمان غير ان هو عمل كده، لو رحت له هيضيفك، هيشيلك فوق دماغ. الراجل برنس يا جدعان. فمارسيل كولر يا جدعان حل مشكلته رسميا مع النادي الاهلي بشكل ودي، لان الراجل ده مظبوط. انت مش مظبوط يا